وجايه لكم من كوكب الافلام لكوكب الملخصات طوالي. ننزل بالطياره ونستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم في مدينه نوير اللي عايشين فيها الابطال الخارقين. وابس مره واحده بيظهر البطل ادم وبيهجم على روكت وبيخترق بها الحيطه وبيضربه بالنار في صدره. طب خلاص كده؟ لا، بتضربه نبيله وبتكسر له عظمه. طب بس كده؟ لا، وبيجي دارس وبيعلقه في الهواء وبيقول له ما تضرب حد على قدك يا عسول انت، احسن تستاهل. بس برضه ادم بيضربه. وبتيجي نبيله وبتضربه بالسيف في ظهره، احسن برضه. وبيتعب روكت جدا وبيكون خلاص هيموت. فبياخدوه للقاعده الطبيه وبيحاولوا يلحقوه ويعملوا له عمليه جراحيه، لكن بيلاقوا قنبله متبرمجه موجوده على قلبه، ولو حاولوا يشرحوه ويشيلوها القنبله هتنفجر، ولو ما عملوش العمليه هيموت برضه. فما كانش قدامهم حل غير انهم يجيبوا مفتاح التعطيل الذاتي للقنبله خلال 48 ساعه بس. وبيفضلوا يدوروا ويبحثوا وبيعرفوا ان روكت كان عايش في شركه اسمها اورجو كروب، هنختصر اسمها باورجو، وكلمه السر لتعطيل القنبله موجوده في سجلات الشركه دي وبس. فبياخدوا السفينه وبيتجهوا بيها على الشركه بسرعه، بس الشركه دي بيكون ليها 3 بوابات امنه صعب جدا اي حد يخترقها، بس برضه بيقدروا يخترقوها. وبنشوف صاحب الشركه اللي اسمه هاي او المطور العالمي، فاحنا هنلقبه بالمطور طول الفيلم. وهاي ده بقى مهووس بالتطور وعمل تجارب على الحيوانات والبشر وصنع كائنات كتيره وغريبه ومن ضمنهم ادم. وفي الطريق بتهاجمهم عصابه اسمها عصابه الفيجرز وبيفتكروا انهم هيقتلوهم، لكن نبيله بتكون على ميعاد مع واحده منهم اسمها جامورا، بس مش دي جامورا بتاعت الجزء الاول، دي واحده تانية، ومتفقه معاها يساعدوهم ويدخلوهم الشركه مقابل مبلغ مالي كبير. وفعلا بيساعدوهم وبيقدروا يخترقوا البوابات ويدخلوا الشركه. وبعد ما بيدخلوا بيقسموا بعض المجموعات، نبيله وبيتر وجامورا بيروحوا لسجلات الشركه وبيثبتوا مديره السجلات وبيجبروها تدخلهم الغرفه وبياخدوا منها كلمه السر. وداركس ومنتس بيدخلوا منفذ الفضاء علشان يحاولوا يشوفوا طريقه يخرجوا بيها من الشركه، لكن مش معقول هيدخلوا ويخرجوا بالسهوله دي. فعلا بيحاصرهم حراس امن الشركه من كل مكان وبيضربوا نار على داركس ومنتس وبيكونوا خلاص هيخلصوا عليهم كلهم، بس بيتر بيقدر يخترق سيستم الشركه وبيعطل نظام الامان وبيخرجوا بسرعه. وبعد ما بيرجعوا للسفينه بيشغلوا الملف، لكن للاسف مش بيلاقوا الباسورد وبيكتشفوا انهم اخذوا ملف بالغلط. وبيعرفوا ان الملف الحقيقي موجود مع عالم من رجاله هاي اسمه ماكس، فبيقرروا يرجعوا للشركه تاني علشان ياخدوا منه الملف. وطبعا جامورا بتعترض وبتقول لهم ده فخ ليكوا، افهموا انتوا عارفين مين هو المطور العالمي ده اقوى منكم كلكم 1000 مره، بس هما بيصروا على قرارهم، رجعوني انا الوطني واعملوا اللي انتوا عايزينه. بيتعب روكت شويه وحالته بتسوء وبيشوف ذكرياته وهو قاعد مع المطور وبيقول له انه قرر يبني عالم تاني ما فيهوش اي شر ولا حقد، مش هيعيش فيه غير كائنات المتطوره والسميع اللي هو صنعها. طب بس كده؟ لا، ده كمان صنع جهاز يقدر يطور الكائنات دي ملايين السنين اللي قدام، لكن الجهاز فيه مشكله بتحول الكائنات من كائنات كيوت ولطيفه لشريره ومفترسه. وقتها روكت بيقول له حل المشكله بصراحه، وبيتضايق المطور جدا عشان روكت بقى اذكى منه بكتير رغم ان هو اللي خلقه، استغفر الله. وبيقرر يقتله وياخد مخه يعمل عليه ابحاث وتطورات. ولما بيرجع روكت للحبس بيقرر يهرب هو واصحابه، وبياخد بقايا حديد من الارض وبيصنع مفتاح وبيقدر يفتح الزنزانه. فكنت عملت كده من الاول، بس فجاه بيلاقي المطور واقف قدامه لانه كان عارف ان هو هيحاول يهرب، وبيقتل اصحابه قدام عينيه واحد واحد. فبيزعل جدا وبيهجم عليه وبيدمر له وشه خالص، احسن يا شرير. وبنرجع تاني لبيتر وباقي الفريق وهم بيوصلوا للكوكب المثالي اللي صنعه المطور اخيرا، وبيخاف الناس منهم اول ما بيشوفوهم. قطعه واحده منهم على الارض ورجليها بتتعور، فبيساعدها بيتر وبيديها منديل وبتاخدهم بيتها وبتساعدهم وبتدلهم على مكان المطور. وبيقسموا بعض المجموعات مره تاني، مش هنخلص بقى. بيتر ونبيله وجورت بيركبوا العربيه وبيروحوا يقابلوا المطور اللي بيكون في انتظارهم. ومنتس وداركس وجامورا بيستنوا عند السفينه وبيحرسوا روكت. واول ما بيدخل بيتر سفينه المطور بيشوف ماكس وبيقول له انت اللي معاك الباسورد صح مش كده؟ بيقول له المطور انصحك بلاش تبدا بالاكشن دلوقتي عشان ده مش هيكون في مصلحتكم. وبتحصل بينهم مشاده كلاميه طويله شويتين. في الوقت ده بيتضايق داركس انه سايب اصحابه لوحدهم وبيقرر يروح لهم علشان يكون جنبهم وينقذهم. وبيحاول واحد من حراس المطور يخطف روكت، لكن لسوء حظه بتشوفه جامورا وبتضربه ضرب عنيف ومبرح. في اللحظه دي بيجي ادم وبيتصدى للحارس، وبتستغل جامورا الفرصه وبتاخد روكت وبتهرب. وبتبدا المدينه كلها في الانهيار. ومن الجانب التاني بيهاجم روكت وجورد.
هنا بقى بتبدأ الحرب والاكشن اللي بجد. بيهاجم بعض الكائنات الغريبة كوكب المجرة، لكن اخيرا كريليك بيقدر ينجح ويشغل السهم اللي اخترعه وبيخلص بيه عليهم كلهم. وفي نفس اللحظة دي بتهجم وحوش عملاقة على نبيلة وداركس ومنتس، بس منتس بتقدر بقوتها الخارقة تقرب منهم وتسيطر عليهم. وبيتكلموا المساعدين مع المطور وبيحاولوا يخلوه يرجع عن اللي في دماغه، وبيقولوا له كده انت هتدمرنا كلنا، لكنه مش بيسمع كلامهم وبيصر على قراره اكتر. طب هم يسكتوا؟ طبعا لا، بيحاولوا يقتلوه بس هو بيطلع اذكى منهم وبيستخدم قوته الخارقة وبيموتهم كلهم. واخيرا بيوصلوا حراس المجرة لسفينة المطور وبيخرجوا اصحابهم وبيقولوا لهم ان في كائنات واطفال كتير قوي جوه لازم ننقذهم. وفعلا بيرجعوا تاني وقرص بيبدا الاكشن المدمر اللي بجد بين حراس المجرة وعصابة المطور. وبعد ما بيخلصوا عليهم بيقسموا بعض المجموعات مرة تالتة، وبعدين بقى كل اللي موجودين على السفينة بياخدوهم للسفينة بتاعتهم، حتى ادم لما بينقذوا جورد. وبتبدا سفينة المطور في الانهيار والدمار، وبيشوف روكيت مجموعة كبيرة من السناجب والحيوانات المختلفة، وبيفتكر نفسه هو واصحابه لما كانوا محبوسين في الزنزانة دي. وقتها كانوا بيتمنوا اي شخص يجي ويحررهم وينقذهم من العبودية اللي كانوا عايشين فيها، وعشان كده بيقرر ينقذهم هم كمان وما يخرجش من غيرهم. بس بيدخل عليهم المطور وبيضربوا بعض شوية وبيقول له انت ازاي تفكر انك اقوى مني؟ انا اللي صنعتك وانا اللي خلقتك. استغفر الله العظيم يا رب. وابس مرة واحدة بيدخلوا حراس المجرة وعينك ما تشوف الا النور، خط يزع فوق وتحت وبيكسروا عظمه تكسير، وبيشيلوا القناع عن وشه بيلاقوا وشه متشوه كله. وطبعا اللي عامل فيه كده هو روكيت لما حاول يقتله زمان، وفي الاخر بيقتلوه وبيخلصوا عليه وبيخرجوا بسرعه قبل السفينه ما تتدمر، وبيخرجوا كل الحيوانات اللي عليها ما عدا بيتر اللي مش بيلحق ينط من السفينه، بس ادم بينقذه في اخر لحظه. وبعد ما بتنتهي المهمه بتاعتهم بنيجي للنهايات المؤلمه، بتودعهم جمهورة وبترجع لعصابه الريفجرز. بيقول لهم بيتر انا محتاج ارجع لكوكب الارض واعيش مع جدي واكون جنبه في اخر ايامه. ومنتس بتقول لهم انها محتاجه تعيش حياتها وتعمل حاجات جديده ومختلفه، وبيبقى روكيت هو حارس المجره والقائد عليها. ونبيلة وداركس بيقرروا يفضلوا في المجره ويربوا مع بعض الاطفال الجدد، وبيودعوا بعض بالدموع، وكل واحد فيهم بيرجع لوطنه الحقيقي، وبترجع المجره تعيش في امان وسلام وسعاده. بس كده خلصت حكايتنا النهارده. سلام.